ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. قبل اي حاجة احب اشكر كل الناس اللي بتكتب لي كومنتات حلوة، واحب اشكر برضو كل الناس اللي بتدعمني وبتشترك عندي في القناة. بجد ربنا يخليكم ليا يا رب وما تحرمش منكم ابدا. يعني مش قادرة اقول لكم انا قد ايه بفرح بالكومنتات الحلوة اللي انتوا بتكتبوها لي دي. يا رب ما تحرم منكم ابدا يا رب. النهاردة بقى كان عندي حاجات كتيرة قوي كنت عايزة اعملها، بس بصراحة كنت كسلانة شوية. بس انتوا عارفين طبعا ان شغل البيت ده يعني ما بيخلص، فكان لازم ولا بد ان انا ابطل كسل واقوم اشوف اللي ورايا. هنا كان عندي شوية غسيل، يعني كان بايت من بالليل فقلت اما المه. وكان عندي برضك البلكونة كانت فيها تراب، كان بقالي كذا يوم ما نضفتهاش. فروحت بقى ايه، شمرت كمامي وقلت لا كفاية بقى كسل لحد كده، واقوم بقى قمت هنا جايبة المكنسة وكنستها. بحب اكنسها بالمكنسة الاول عشان انا عندي طبعا زي ما انتوا شفتوا قبل كده عندي عصافير. فالعصافير طبعا بتبهدل الدنيا وكده بواقي الاكل بتاعتها. فبكنسها الاول بالمكنسة، وبعد كده بقى ايه بمسح على نظافة، بيبقى اريح يعني. فهنا انا كنستها خلاص. وطبعا كان عندي هنا عنكبوتة كده خفيفة في السقف بتاع البلكونة، مرضتش اعمله بالزعافة، حبيت ان انا اعمله بالشرشوبة احسن. يعني ببلها كده وبعصرها نص عصرة وبلمع بيها الحروف، بتبقى زي الفل بصراحة، احسن من الزعافة بكتير. بس كده. وهنا طبعا انا بعمل الوزرة اللي هي حرف السيراميك. وبعد كده بقى ايه، رحت مسحة الارضية على نظافة. الحركة بتاعت الستارة اللي انتوا شايفينها دي حلوة قوي، جربوها. يعني بدل ما الهوا يفضل، يعني الستارة طبعا عشان خفيفة وكده فبثبتها بمشابك في السور الحديد. ده بيبقى احسن عشان ابقى بمسح براحتي ومحدش يكون كاشفني وكده. فدي بقى يعني ايه فكرة من افكاري. بشغل مخي كده يعني في ناس بتحب ترميها بره الحبل، لا انا بعملها كده بتبقى احسن يعني. بس فهنا انا خلاص كنت قربت اخلص البلكونة. فاضل الحتة الصغيرة دي. بصوا بقى الموقف البايخ اللي حصل معايا وانا بمسح. كان خلاص فاضل لي حاجة بسيطة اهوت. الشرشوبة طبعا يعني هي اول مرة تحصل. بصوا اتكسرت وكنت مش عارفة اعمل ايه، موقف غبي قوي قوي. وللأسف ما كانش عندي واحدة ستبن، فحاولت ان انا يعني اشغلها تاني، مفيش، اتكسرت خالص باظت. فرحت فكيتها وبرضك شغلت دماغي وقضيتها كده وخلاص. قلت يعني لحد ما اجيب غيرها. عايزه اقول لكم بقى انا لما عندي الموقف ده بيحصل انا الفوطه بتاعت الشرشوبه ما برمهاش، يعني انا بحطها في الغساله بغسلها وبستخدمها في اي حاجه، ممكن بلمع بيها اي حاجه. يعني استفادوا منها بدل ما ترموها خساره. بس كده. المهم ان هنا خلصت خلاص. طبعا الفرشه اللي انا كنت فرشاها في الارضيه حطيتها في الغساله. وهنا كان عندي بقى شوية مواعين بتاعة سمك. بصوا بقى مواعين السمك دي انا ما بحبهاش لان بتبقى رخمة، بس انا يعني بحب اغسل كل حاجة مرتين عشان زي ما انتوا عارفين الزفارة وكده. هما الحمد لله ما كانوش كتير يعني، كانوا كام طبق بس. يعني وطبعا كان عندي زي ما انتوا شايفين الحوض كان معمول له اسمنت عشان كان بينزل لي المية في الارض. فيعني عملنا له اسمنت كده عشان اما باجي ادعك الحوض الدنيا بتغرق في الارضيه وكده. فقلت بقى ايه بالمره ايه يعني بعد ما خلص شويه المواعين ادعكه لان كان متبهدل خالص. بس فهنا انا كنت خلاص خلصت الكام طبق بتوعي، الحمد لله الحمد لله ما كانش عندي مواعين كتير. انا الحمد لله زي ما انتوا عارفين انا ايدي في الحوض اول باول، ما بكومش يعني حاجه. ودي كانت علبة كان فيها رز. بحب احط ما بحبش، بصوا ما بحبش احط ال... البواقي بتاعت الاكل، بحب احطها في علب بيبقى احسن واروق بكتير. يعني انا جايبة شوية علب كده يعني اي اكل عندي بيبرد بروح حاطاه في العلبة.
منه بيبقى يعني اصح، وفي نفس الوقت بيبقى ايه، بيبقى بيبقى ايه، ما بيبقاش عامل زحمة الحلل بقى، والجو ده انا ما بحبهوش. فجربوا موضوع العلب ده والله هيعجبكم جامد قوي. هنا بقى كنت بغسل الخلاط، وكنت بغسل بردك السيراميك اللي قدام الحوض دوت، ما كنتش عارفه انضفه بقاله فتره، لان الحوض كان عندي فيه مشكله، كان مبهدل لي الارض ميه. فهنا بقى ايه، خلاص بقى خدت افراج وعملته، فقلت لا لازم بقى ايه انضفه بالمره. بس كده خلاص. بصوا لما بيبقى الواحد كده ايده في الحوض اول باول الدنيا بتخلص بسرعه. بصوا ما خدش في ايدي اي حاجه. والسيراميك بردك بعمله يعني كل كام يوم كده، لما احس ان هو خلاص ابتدى يتوسخ بردك، ما يعني ما بقعدوش فتره كبيره. روتين النهارده هو ما كانش يعني ايه، هو بيبقى كسل مش عارفه ليه. يعني قلت بقى لا لازم اتشملل بقى كده، واقوم بقى اشوف اللي ورايا، بدل ما انا قاعده كده عماله اقول ايه الجو ساقعه مش عارفه ايه، طب بكره، طب بعد شويه. لا كفايه كده بقى يا بنتي امونه، كسل كده، ويلا قومي شوفي اللي وراكي. اتشجعت اتشجعوا زيي. وادي الصبانه الجديده بتاعتي، حلوه والله الصبانه دي، بتاخد فوطة الحوض وبتاخد الليفة. كان عندي واحدة صغيرة كده بس رميتها. هنا انا خلصت خلاص. بصوا بقى انا بحب يعني ايه، ما بحبش ادلق مية كتير، ممكن يعني المية بصراحة بتبهدل الدنيا، فبحب امسح الصابون بحاجة ناشفة، بفوطة ناشفة. و يعني بصوا كده احسن. ساعات يعني انا بص، انا هنا هدلق شوية مية اهو، وبعد كده بقى بكمل بفوطة ناشفة بتشفط الصابون على طول. يا جمالك يا حلاوتك. احلى احساس في الدنيا عند كل ست مصرية هو ده، الحوض يبقى مفيهوش اي حاجة. هنا خلاص انا كده خلصت اهو. بصوا بقى، احسن بقى ما اقعد ادلق في مية واغرق الدنيا وامسح في مية من على الارض، لا كده اريح بكتير. بس كده خلاص، ناقص بقى البوتاجاز، بوتاجازي الجميل. عايز طبعا يتغسل. هنا خلاص خلصت. نشيطة صح؟ يلا بقى تشجعوا زي كده، انا هشجعكم وانتوا قوموا شوفوا اللي وراكم ايه، ما تكسلوش، ما تبقوش زي انا كسولة. بس كده خلاص خلصت. ندخل بقى على البوتاجاز. البوتاجاز ده بقى بصوا كل يوم لازم بنضفه، حتى لو مش يعني حتى لو معلهوش حاجة، مش عارفة هي عادة كده، مش عارفة هو غلط ولا صح، يعني لازم كده كل يوم ايدي في البوتاجاز، لازم. بحس براحة كده مش عارفة ليه، عندي البوتاجاز والحوض يبقوا نضاف ورايقين كده، ببقى مرتاحة بصراحة. بس كده خلاص خلص صح. متنسونيش يا جماعة في اللايك، واللي أول مرة يشوفني واللي أول مرة يسمع صوتي اعملوا لنا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس للكل عشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي بعملها الجديدة. واكتبوا لنا بقى كومنت حلو كده زي اللي انتوا بتكتبوه، شجعوني. حبايب قلبي ربنا يخليكوا ليا يا رب، والله بفرح بيكوا قوي، يعني اي حد كده بيكتب لي كومنت، اي حد بيشرفني في القناة يعني، مش عارفة ببقى مبسوطة بيكوا قوي والله. اخر حاجة بقى الرخامة بتاعتي. يعني مش بعملها كتير، لان انا دايما برضك يعني بص، انا والله ما بقول لكم الكلام ده كده، انا فعلا بيبقى دايما ايدي في حاجتي على طول اول باول يعني. كل كده مثلا ما احس ان هي اتوسخت بحتة سلكة كده. طبعا انتوا عايزين تعرفوا انا ليه مش حاطه المطبخ الجزء اللي فوق مع اللي تحت، صح؟ ليه بقى؟ هقول لكم ليه. عشان عندي انا كنت حابه ان انا اوسع يعني، بس ان شاء الله قريب هنقل الجزء اللي فوق معاه. انا بس كنت حابه ان انا اوسع مش اكتر يعني، لان انا عندي المطبخ طويل مش عريض. بس فعشان كده انا ركنت الجزء ده على جنب لحد ما يعني ايه ابطل كسل، واخلي حد يجي ينقل لي الجزء اللي فوق مع ده، عشان يبقوا شبه بعض كده. يبقى كأنك ايه لابسه طقم كده وشكل بعضه. بس هنا خلاص خلصت. آه
خلصت خلاص خلاص خلاص، بمسح الميكروويف بتاعي. يلا اشوفكم في فيديو جديد، هتوحشوني قوي قوي.